الكتاب اللي هتكلم عليه يعتبر من افضل الكتب اللي اتكلمت في العادات، واترجم ل 38 لغه حول العالم، والاكثر من كده انه اثر فيها شخصيا. واخد بالك انت؟ لا بجد غير في فكري ومعتقداتي بصراحه. كتاب هتستمتع بيه وهيغير في منظورك الفكري للابد. فيلا نستمتع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وتتفرج على قناه فهمني. فكره القناه نقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. الخوف يا صديقي وانعدام الامل، زي الخوف من المستقبل وخوفك انك تسيب وظيفتك وما تقدرش تلبي احتياجات بيتك، وخوفك من حاجات كتيره. ده بيخليك تعيش حياه راكده ما فيهاش مخاطر ومعتمد على الاخرين. وعشان تحافظ على وضعك ده بتتجه انك تعتمد على نفسك فقط في كل شيء. ما بتفكرش في اي حاجه تاني غير نفسك وايه الصالح ليك وايه اللي ممكن تحققه في وقت قليل وبسرعه. مش شغلك بقى ايه المشكلات اللي ممكن تقابلها بعدين. وده بيخليك دايما مفيش انتاجيه، دايما بتلوم الظروف وعايش دور الضحيه. حتى علاقتك مع اهلك مش احسن حاجه. وده يخليني اقول لك انك مفتقر الى التوازن في الحياه يا صديقي. فيلا حضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. لازم تفهم ايه اللي بيحصل عشان تحل مشاكلك اللي بتواجهها باستمرار. كتير مننا فاكر ان التغيير من الخارج للداخل، يعني لازم اللي قدامك هو اللي يتغير، او طبيعه شغلك هي اللي تتغير، او الظروف اللي انت بتمر بيها هي اللي تتغير عشان يحصل لك تغيير. ولكن للأسف التغيير بيجي من الداخل للخارج. يعني انت لازم تغير من نفسك ومعتقداتك عشان ينعكس على اللي حواليك. نبدأ بأهلك، علاقتك بيهم عامله ايه؟ هقول لك، هل بتكلمهم باستمرار؟ هل بتختار كل فترة وتخش عليهم بهدية؟ او لو حد زعلان منك بتحاول تشوف ايه المشكلة عندك وبتحاول تعالجها؟ ولا بتقول هو انا ليه اتغير؟ ما هم اللي يتغيروا، طالما هم عاوزيني فهم اللي يتغيروا. فلو تنيتك ماشي على مبدأ ان هم اللي يتغيروا، صدقني علاقتك هتتدنى وهتنيك عايش في دور الضحية. فغير من جواك الاول وغير معتقداتك، واوتوماتيك هيتغير اللي حواليك. وده محتاج منك شويه صبر. وتعال احكي لك عن قصه هتفهمك ازاي ان التغيير بيجي من الداخل للخارج. بيقول لك ستيفن كوفي: انا وزوجتي واجهتنا مشكله مع احد ابنائنا، على المستوى الدراسي متدني جدا، وعلى المستوى الاجتماعي متهور وبيعمل مشاكل، وعلى المستوى الرياضي ما كانش احسن حاجه. فكان دورنا ان احنا نحاول نشجعه ونوقف جنبه، لدرجه ان هو لما كان بيلعب كره البيسبول كنا بنتمادى في التشجيع ونحاول نهاجم زملائه اللي بيتنمروا عليه. وده للاسف خلى النتيجه عكسيه، بدل ما يتحسن حالته ساءت اكتر وما بقاش عنده ثقه في نفسه. شفت انت لما تبقى عارف ان ابنك مش بيتحسن او مش ناجح وبتحاول تتظاهر ان هو كويس، ما تخافش يا حبيبي انا جنبك. هو ده بالظبط اللي عمل، وبيطلق عليه سمه الاخلاق الشخصيه. بتتظاهر بغير اللي انت مقتنع بيه جواك، وما اكثر ما يحدث في زماننا هذا. وعشان كده قرروا ان هم يغيروا طريقتهم من الداخل للخارج. عملوا ايه بقى؟ اتوقفوا عن تشجيع، فبدل ما يحاولوا يغيروه فصلوا نفسهم عنه عشان يحس ان هو ليه كيان وشخصيته المستقله. فبدأ ما يعتمد عليهم، بدأ يعتمد على نفسه ويدرك ان ده مصير. فبيقول لك بالفعل اول ما خدنا الخطوه دي بدأنا نستمتع بيه هو، وما بقيناش نقارنه بحد، وبدأنا نستمع ليه بدون ما ناخد قرار بدل منه. وبمرور الوقت اتغير حاجات كتير، اكتسب الثقه في نفسه وحقق تفوق على المستوى الدراسي والاجتماعي والرياضي. وبمرور السنوات اصبح بطل رياضي. واحد يسألني ويقولني يعني انا ابدا اشوفه محتاجني وحاسس بنقص واسيبه؟ انا ما قلتش تسيبه، اسمع ليه وراقبه من غير ما تاخد قرار نيابه عنه. خليه يعتمد على نفسه وواجهه لو تطلب الامر بطريقه غير مباشره. وده ينبع من جواك انك عايزه يغير من نفسه، وهتلاقي المردود ايجابي. وده ينقلنا للنقطه الثانيه، وهي قوه التصورات الذهنيه او منظوراتك الفكريه. هسألك سؤال: كم مره اعتقدت شيء في دماغك واكتشفت ان اعتقادك ده خاطئ؟ ولو مركز فاحنا اتكلمنا عليه قبل كده في سلسله فن اللامبالاه، ممكن تشوفها لو حابب. المهم، فضلنا معتقدين زمان ان الارض ثابته والشمس بتدور حواليها، لحد ما جه العالم كوبرنيكوس وثبت ان الشمس هي اللي ثابته والارض هي اللي بتدور حواليها، مع ان ده مذكور في القرآن من 1400 سنه. المهم، بسبب العالم ده اتغير منظوراتنا الفكريه، اصبح في قمر صناعي وانترنت وغيرهم كتير. وده بيخلينا نفهم انك لما بتغير منظورك الفكري بتغير تقديرك ومفهومك للاشياء. وخليني اضرب لك مثال. بيقول لك ستيفن: كنت متجه لنيويورك فركبت احدى عربات القطار وكان يسوده الهدوء، وفجأة دخل شخص هو واولاده وسابهم في العربة يروحوا ويجوا زي ما هم عاوزين، وجي قاعد على الكرسي اللي جنبه واسترخى عليه واغلق عينيه، والاولاد اللي معاه عاملين شغب داخل العربة وهو ولا هنا. فاكر انت فيلم الدادا دودي؟ فبيقول لك انا ما كنتش مصدق اللي بيحصل ده، ازاي الراجل ده كده ومش متحمل اي مسؤوليه. فالتفت ليه وقلت له: بعد اذنك اولادك عاملين ازعاج في العربة، ممكن تسيطر عليهم؟ فرد عليا بهدوء وقال لي: انت على حق، وأعتقد أني لابد أن أفعل شيء. لقد عدنا توا من المستشفى حيث توفت والدتهم من ساعة، وأنا عاجز عن التفكير تماما، وأعتقد أنهم أيضا لا يعرفون كيف يتعاملون مع الموقف. وهنا
شعوري اختلف جدا وتغير منظوري الفكر. بعد ما كنت منزعج من الاولاد اصبحت متعاطف معهم ولا تهمني السيطرة عليهم ام لا. شفت بقى يا صديقي لما فهم اتغير منظوره الفكري تماما. طب سؤال بقى ليك عشان اشوفك اذا كنت مركز ولا لا. هل لاحظت حاجة ما بين القصة دي والقصة اللي قلتها لك عن ستيفن وزوجته وازاي قدروا يتعاملوا مع ابنه؟ برافو عليك، مركز معايا. القصة الأولى التغير في المنظور الفكري عندهم كان بطيء على ما قدروا يستوعبوا إن طريقتهم غلط، وعلى ما قدر ابنهم يتأقلم على الوضع الجديد ويتماشى معاه، وخد فترة لحد ما وصل للنتيجة. أما القصة التانية فمنظوره الفكري وفهمه للموقف كان سريع وقدر يتعامل مع الموقف ويغير تفكيره. وانت كمان ممكن تتعامل مع المواقف المختلفة بطرق مختلفة من اللي انت بتتعامل بيها دلوقتي، ولكن لما تغير منظوراتك الفكرية الأول. وده اللي هنفهمه في الحلقة اللي جاية بإذن الله، وايه الأدوات اللي هنستخدمها عشان تساعدنا في رحلتنا. فالفكرة اللي بحاول أوصلها لك إنك تبدأ بنفسك وتغير منظوراتك في الأمور اللي بتدور حواليك. هتلاقيك غيرت حاجات كتيرة كنت تتمنى انك تغيرها في يوم من الايام. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقة الجديدة واللي هنتكلم فيها عن العادات وازاي تحقق انطلاق فوري من اللي انت واقف فيه. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.